إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة فنان شهير أحزن الوسط الفني. هذا الفنان مات بحسرته، اتنصب عليه كتير جدا وتم اتهامه هو كمان بالنصب والسرقة. الفنان ده متجوز من فنانة شهيرة جدا حاليا بتثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. للأسف اكتشف إن الفنانة دي بتخونه مع فنان شهير آخر. الفنان اللي بنتكلم عنه ده مات بحسرته، كان مصدوم. هنعرف مع بعض ايه هي وصيته ومين هي زوجته الفنانة المشهورة. الفنان ده كان معروف قوي بكرم أخلاقه، ياما ساعد ناس كتير من الفنانين، كتير جدا نعوه على صفحاتهم. حزن ساد كل الوسط الفني بأكمله. هنشوف اللحظات الأخيرة في حياة هذا الفنان وسبب وفاته، ليه اتحرم طول حياته من ابنه الوحيد. هذه الفنانة حرمته منه وما كانتش بتخليه يشوفه. هذه الفنانة الشهيرة هنعرفها مع بعض دلوقتي، وانا متأكدة ان حضراتكم هتقولوا رأيكم فيها في الكومنتات. كان بيتمنى انه يقضي يوم مع ابنه او حتى يشوفه ولو ساعة واحدة. عانى كتير جدا انه يشوف ابنه بس بدون جدوى. وقف جنبها في بداية مشوارها الفني وكان صاحب فضل كبير جدا عليها، وهي نفسها اعترفت بكده في البداية، ولكنها بعد ما اتشهرت وبقت فنانة معروفة أنكرته وأنكرت فضله عليها. الفنانة دي معروفة إنها عندها مشاكل كتيرة، خصوصا مشاكلها الأخيرة حاليا مع زوجها الحالي، أو خلينا نقول مع طليقها. كانت عندها طبعا والدها ما بتسألش عليه أيضا، فاللي ملوش خير في أهله ملوش خير في أي حد. وكانت مش بره ابدا بابوها، وطول الوقت كان في مشاكل لدرجة ابوها كان بيمد ايديه للناس علشان ظروفه المادية صعبة جدا. بعد ما اتشهرت ما كانتش بتساعد حد حتى اهلها خالص. الفنان ده كان منتج ومخرج وانتج لفنانين كتير اعمال كتيرة جدا، وقف جنبها في بداية مشوارها الفني. اعتقدت الفنانة دي ان في فنان مشهور بيحبها ومعجب بيها، عشان كده عملت لجوزها كل حاجة وحشة، عملته معاملة وحشة. اتقال هي كانت بتخون جوزها كمان، ولكن الفنان ده تخلى عنها بعد ما رفعت قضية طلاق على جوزها وبهدلت جوزها حرفيا. الفنان ده قبل وفاته بأسبوع نزل فيديو بيشتكي فيه وبيقول حرام اللي بيحصل فيا ده، والله العظيم حرام اللي بيحصل. مين بقى الفنان ده وايه اللي حصل ليه ومين زوجته المعروفة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو دلوقتي، ولكن التفاصيل كمان الجديدة تابعوا معانا للنهاية علشان تعرفوها. هذا الفنان هو المنتج وليد فطين اللي توفى طبعا، وهو زوج المطربة بوسي، او خلينا نقول كان زوجها طليقها يعني. أنتج ليها أكتر من 40 أغنية، وبعد كده تخلت عنه بعد ما اتشهرت ورفعت عليه قضايا كتير واتهمته بالسرقة، حاولت تدمره حرفيا. هو اتحكم ليه قبل وفاته ب1,000,000 دولار، ولكن اتنازل عن الفلوس وقال كفاية ان اخد 5 مليون جنيه فقط، وقال مش مشكلة الفلوس هتروح لابن ياسين. ابنه ياسين اللي اتحرم منه طول حياته وما كانش بتخليه يشوفه خالص. طلعت أخت المنتج وليد فطين وبتأكد للناس وبتثبت للناس بعد وفاة أخوها بفترة، رجعت تتكلم دلوقتي وبتقول شايفين إن أخويا مات مظلوم، مات مقهور، اللي عملته في أخويا بيترد ليها دلوقتي، خصوصا بعد ما طليقها الأخير هشام طلع ورد عليها بعد برنامجها مع العرافة مع بسمة وهبة، لما طلع وقال إنها كانت بتضحك عليه وما وقفتش جنبه وأنا اتسجنت بسببها، وإن أنا اللي أنا فيه دلوقتي ندمان قوي إن أنا عرفت واحدة زيها، وإن الله حليم ستار ومش عايزة أتكلم عليها في الوقت الحالي. ولكن عيب قوي إنها تقول أنا لسه بحبك، أو تقول تخرب بيتي اللي أنا موجود فيه دلوقتي. كل اللي كان بيتقال عليها كان حقيقة، بس للأسف أنا ما كنتش بصدق. بعد ما طليقها الأولاني أنتج ليها أغاني كتير، أخته طلعت واتكلمت وقالت والله اللي حصل مع أخويا دمرته حرفيا وقضت عليه. الحمد لله هو مات وارتاح من اللي كانت بتعمله فيه، ولكن مات مظلوم ومات مقهور من اللي عملته فيه. وطبعا اللي بيتعمل فيها دلوقتي أقل حاجة ممكن تتعمل فيها، وهي عمرها ما كان ليها خير في أهلها ولا في أبوها، فأكيد مش هيبقى ليها خير في أخويا ولا ليها خير في طليقها. أكيد عرفتوا مين هي الفنانة دي.